رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وما زلنا معاكم في هذه الحلقة اللي أكثر من رائعة مع شيخ المعلقين خالد الحربان أبو يوسف. حقيقة أنا سعيد يعني أن اليوم في برنامج مع التقدير نستضيف هذه الشخصية اللي أثرت فينا كلنا حقيقة. شلون يعني ويمكن من فينا ما يعرف خالد الحربان أبو يوسف، واللي ارتبط دائما في إنجازات الكرة الكويتية. مشاهدينا الكرام الآن معانا يعني ضيوف جدا أعزاء حقيقة. الأخ عبد الله الحمدان يعني من الشركة المكرمة لخالد الحربان، شركة هاتريك الرياضية، ما قصروا على هذا التكريم. وأيضا معانا ضيفنا من المملكة العربية السعودية، أخ عزيز وشرفنا في برنامجنا اليوم، الأخ جاسم الحربي المحلل الرياضي. باسمي واسمكم مشاهدي الكرام، في البداية نرحب في جاسم الحربي المحلل الرياضي في المملكة العربية السعودية. حياك الله أخ جاسم، وإحنا سعداء بالتواصل معك، وحياك الله في بلدك الكويت. يعني ما في شك، الله يحييك وشكرا على الاستضافة، وكل عام وانتم بخير، ووجودي جنب ابو يوسف هذا شرف لي. نعم تستاهل يا اخ جاسم، وان شاء الله راح نتكلم عن التكريم وعن حضورك للتكريم. وايضا مشاهدينا الكرام يمكن صاحب الفكره الشاب يعني اللي فعلا ما قصر من خلال هذه الفكره، واللي جمع كل طاقاته ومجموعه الشباب اللي وياه من اجل تكريم ابو يوسف. نقول له مشكور يا اخ عبد الله الحمدان، وباسمي واسمكم نرحب في الاخ عبد الله. حياك الله اخ عبد الله. الله يحييك ابو شيب، والله يعطيكم العافيه، ومشكورين وجميع القطاع العاملين في قناه سكوب على هالاستضافه الطيبه. اول شيء مشكورين على هذه الفكره. نعم كابتن عبد الله، يعني في قضيه هذا التكريم، شلون جت فكره هذا التكريم، ولماذا خالد الحربان بالذات؟ انا بقولها لك، يعني ليش خالد الحربان بالذات؟ والله اخوي احمد، يعني مثل ما قلت لك انا ان اول شيء خالد يعني ابو يوسف انسان ربينا على صوته. ايوه هذا في البدايه، انسان يعني عطى للرياضه الشيء الكثير على مدار 40 سنه الى الان. يعني ابو يوسف الله يعطيه طول العمر، يمكن هو اقدم رياضي يعني متواجد حاليا في هذه الدوله. الامانه ما تكرم من قبل. المشكله يعني احنا التمسنا الفكره او شفنا الفكره ان ابو يوسف ما تكرم من قبل، لا من مؤسسه، لا من رجل اعمال، لا من هيئه، لا من نادي، لا ما تكرم نهائيا في المره يعني. نعم. فحبينا احنا نقدم له يعني شيء بسيط من اللي هو اللي قدمه حق هذه الديره، يعني الامانه يعني. والله انا احييك يعني اخ عبد الله، انت من الشباب اللي نتمنى لك التوفيق وعسى الله يوفقك، وهذا شيء وهذا شيء اكثر من رائع. لو تكلمنا عن يعني فريق العمل، اللجنه، الشباب، شركه هاتريك، ايضا يعني قبل شوي تردد يعني اسم الامير فيصل بن فهد، ودي تكلمنا اكثر عشان تعرف المشاهد من قاموا بتكريم هذه الشخصيه الكبيره والرائعه. للامانه هو اول شيء جت الفكره الشركه يعني، وللامانه يعني المشكور الامير فيصل بن فهد ابو فهد ما قصر معنا ايضا. نعم. ساهم في نجاحها. هو الامير فيصل عنده شركه F6 الاستثماريه. نعم F6 الاستثماريه السعوديه. نعم. للامانه هو ساهم بشكل كبير يعني في نجاح هذا الحفل ودعم ايضا هذا الحفل، بالاضافه للستاف اللي يشتغلون معنا، اللجنه الاعلاميه ما قصروا الامانه في كثير بالاضافه لجميع الاخوان جاسم الحربي وعبد الرحمن محمد خارج الاستديو. نعم. راح يكون متواجد معنا ابو عوف. احنا متواجد معنا جميع الاخوان اللي تعاونوا معنا خارج دوله الكويت، يعني انا اشكرهم من كل قلبي صراحه. نعم احنا ايضا نشكركم. لو تكلمنا عن برنامج الحفل، متى راح يكون الحفل؟ وهل هو دعوه عامه او دعوه للشخصيات الرياضيه؟ يعني في هذا الجانب وين راح يكون مكانه؟ ودي تكلمنا بالتفصيل. ان شاء الله احنا الحفل راح يكون في فندق موفنبك. نعم. البدع في يوم الخميس ان شاء الله الساعه 7:30. طبعا برنامج الحفل راح يكون طبعا فيلم وثائقي مسوينه عن ابو يوسف، يعني هديه كذي بسيطه حق ابو يوسف يعني مده الدقائق، بالاضافه الى بعض الكلمات اللي من الرياضيين اللي خارج دوله الكويت ودوله الكويت ايضا راح ينعرض في الفيلم. بالاضافه في فيلم وثائقي راح ينعرض في الحفل. نعم. وفي كلمه حق ابو يوسف ان شاء الله، وكلمه حق الامير فيصل، بالاضافه طال عمرك الى مفاجات تحت. نعم ان شاء الله في مفاجات كثيره. ان شاء الله ان شاء الله. الدعوه عامه ولا فقط للرياضيين من خلال دعوات عشان تكون الصوره واضحه؟ بالنسبه للدعوات احيانا في يمكن يكون مكان والمكان يكون محدود ما يتسع العالم. صحيح. نعم بالنسبه للدعوات احنا الامانه يعني ارسلنا دعوات. انت عارف اخوي احمد ضيق الوقت اللي احنا يعني التمسناه. وجهنا دعوات يعني هاتفيه ودعوات بريديه ايضا الى كبار الرياضيين في الكويت، واحنا اسفين ومتاسفين إلى كل الأخوة الرياضيين وكبار الشخصيات الرياضية في البلد. نعم. سواء من رؤساء أندية، من لاعبين، إذا إحنا نسينا أحد أن هو المكان مكانه يعني. نعم يعني هذه دعوة من خلال هذه دعوة الأمانة لكل الرياضيين وكبار الرياضيين في البلد، يعني إحنا آسفين إذا إحنا نسينا أحد. الأمانة ما شاء الله العدد كبير في الكويت أنت عارف يعني أخوي. نعم. فبلغنا إحنا